بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل مع بعض كلامنا عن الSQL والماي سيكوال. هنتكلم النهارده عن مصطلح مهم أوي 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 في عالم البرمجة. هو مش مرتبط حقيقة بيك كباك اند، لكن انت بتحتك بيه على طول. لكن الفرونت اند بيحتك بيه، الباك اند بيحتك بيه بتاع الموبايل، حاجة اسمها الكراد. ايه هي الكراد؟ الكراد اختصار لأربع عمليات أساسية بتتم عندنا على الداتابيز. السي اختصار لكرييت، الار اختصار لريد، اليو اختصار لابديت، الدي اختصار لديليت. بقى كراد، كرييت، ريد، ابديت، ديليت. دول الاربع عمليات الاساسيه اللي احنا بنعملهم على الداتابيس بتاعتنا، حتى لو اختلف التعقيد اللي احنا بنعمله. بس دول الاربع عمليات بعد ما بنكرييت الداتابيس بتاعتنا بقى، لو احنا بنتعامل معاها بنعمل الاربع عمليات دول. كرييت زي ايه؟ زي ان انا هنا هضيف نيو ايتم. ريد ان انا هريد كل الايتمز اللي موجوده عندي. طب ابديت، هجيب ايتم معينه واغير او اعدل في حاجه جواها. ممكن اعدل في فيلد معين، ممكن اعدل في حاجه واحده، مش او اعدل في كل حاجه عادي جدا. كل الفيلد او الاتريبيوتس اللي عندي او الفاليوز اللي عندي ممكن اعدل فيها او اعدل في فاليو واحده بس. وديليت ان انا احذف فاليو معين. ده باختصار شديد جدا مفهوم الكراد. كراد عشان لو اتسالت في انترفيو اختصار كرييت، ريد، ابديت، ديليت. طيب تعالى نعمل الكراد ده فروم سكراتش. تعالى نعمل داتابيز ونعمل جواها كل حاجه. تعالى معايا. احنا عاوزين نحول الاي ار دي ده بتاعنا ده ل يعني ان شاء الله لسكيما. نحول الاي ار دي ده للسكيما بتاعتنا، اللي هي الاي ار دايجرام بتاعتنا دي، لسكيما على البي اتش بي ماي اد. نعمل الكلام ده ازاي؟ عندنا كام انتيتي؟ عندنا تو انتيتيز. تو انتيتيز دول مفيش حاجه فيهم ميني تو ميني، الواحده 1 تو ميني. عندنا تاسكس وعندنا يوزرز. تعال ناخد التيبل او الانتيتي بتاعت اليوزرز نشتغل عليها الاول. طب نشتغل عليها ازاي؟ بالراحه. اولا احنا محتاجين نعمل اصلا الداتابيز بتاعتنا. فهنعمل داتابيز ازاي؟ زي ما اتعلمنا هنكرييت الداتابيز بتاعتنا. كرييت داتابيز ونسميها تو دو اب بالشكل ده. طبعا يفضل نحط ايه؟ الباك تكس زي ما قلنا. انا عملت كده قال لي جو. ممتاز جدا. فانا ممكن اروح دلوقتي على التو دو اب. اروح منين؟ لو انا رحت على الداتابيز هنا يجيب لي كل الابلكيشنز، كل الداتابيز بتاعتي. فمنهم واحده اسمها تو دو اب. هدخل على تو دو اب كده، انا واقف على تو دو اب. عاوز اكرييت تيبل جوه التو دو اب. اكرييت التيبل ازاي؟ او الكرييت تيبل، واسم التيبل بتاعنا يوزرز. اوعى ننسى يوزرز، الانتيتي يوزر، لكن التيبل بتاعنا يوزرز. حلو. جوه بقى ايه؟ تعالى كده بالراحه. عندنا اي دي وعندنا نيم وايميل وباسورد، صح؟ تعالى نعملهم. عندنا اول حاجه الاي دي، نوعه انتجر. وناخد حاجه جديده. عندنا كونسترينت معين اسمه اوتو انكريمنت او برايمري كي. انا عاوز اخلي الاي دي بتاع اليوزر او الاي دي بتاع يعني اللي جوه التيبل ده يبقى حاجه اسمها اوتو انكريمنت، او حاجه تكون يونيك. ازاي؟ بقول له برايمري كي. وبعمل حاجه تاني، كونسترين تاني، حاجه اسمها اوتو انكريمنت. يعني ايه اوتو انكريمنت؟ يعني من نفسه بيزود. كل ما اضيف عنصر جوه التيبل ده، لو كان العنصر القديم بواحد يبقى العنصر الجديد واخد 2. العنصر القديم باتنين، العنصر الجديد 3، وهكذا لحد 100. مفيش مشكله لحد ما تملى الداتابيز نفسها. ولو حذفت العنصر رقم 50 ما يجيش عنصر مكانه بالرقم اللي اسمه 50. انتهى. الرقم ده بيتاخد مره واحده بس. يبقى برايمري كي واوتو انكريمنت. بعد كده عندي النيم. انا عاوز نيم لليوزر، صح كده؟ نيم. بس احنا قلنا النيم ما هوش نيم بس، قلنا النيم عندنا فيرست نيم ولاست نيم. يبقى انا لازم اجي كده اقول له ان انا عندي فيرست اندرسكور نيم. تمام. وبعد كده هقول له نوعه var char بالشكل ده. ويعني مش هيزيد عن 50 حرف. تمام. ولو خدت ده كوبي، هاخد ده كوبي زي ما هو كده. هقول له كمان انا عندي ايه؟ last name. نفس القصة بالظبط. last name. اسف، last ايه؟ name بالشكل ده. first name و last name. طبعا ظاهر لنا الايرور ده عشان احنا حاطين كوما في الاخر. ما تحطش كوما لو انت اخر عنصر بالنسبه لك يعني، لكن احنا عندنا عناصر تانية. في نقطه هنا مهمه لازم نعرفها. كونسترين معين، في عندي حاجه اسمها null. هل الفيرست نيم ده ممكن ما يتحطش؟ يعني اليوزر يسجل من غير الفيرست نيم بتاعه؟ اكيد لا. طيب يبقى انا لازم احط قيد. دي حاجه اسمها الكونسترينتس، الداتابيز مانجمنت سيستم بتاعنا بيوفرها لنا. لازم احط قيد اقول له ان ده لا يمكن يكون null، not null.
برايمري كي اللي احنا عملناها دي بيعمل لنا حاجتين، بيخلي لي الفيلد ده لازم يبقى يونيك وكمان ما يكونش نال من نفسه، يعني بيعمل الاثنين مع بعض. حلو. طب بعد اللاست نيم قلنا عندنا ايميل وعندنا باسورد، صح كده؟ فانا اقول له كده ايميل بالشكل ده، نوعه هيكون varchar لانه في النهايه عباره عن string، فهيكون varchar ومش هيزيد برضو عن 50. وبعد كده في عندنا constraint تاني مش هتكلم فيه دلوقتي، خليه بوقت اليونيك هنتكلم فيه بعدين. الايميل اخيرا وليس اخرا الباسورد، نوعه برضو varchar، اكيد varchar مش حاجه تاني، varchar. وبرضو لازم يكون ايه not null، وبرضو الايميل لازم يكون not null. تمام. في حاجه تاني؟ تعالى كده نبص، مفيش اي حاجه تاني بالنسبه لليوزر، خلاص كده ممتاز جدا. انا كده عندي الاي دي، عندي الفيرست نيم، لاست نيم، الايميل، الباسورد. هاخد ده كوبي عشان بس ما نقعدش نكتب كتير، وهقول له جو، هلاقي التيبل بتاعي اللي اسمه ايه يوزرز اتعمل. ممتاز جدا. هل ده كفايه؟ لا مش كفايه. تعالى عاوزين نعمل التيبل التاني اللي اسمه ايه تاسك. فهاجي هنا في التاسك اقول والله عندي اي دي، عندي تايتل، تقريبا التاسك ليها تايتل او ليها نيم، هنخليها تايتل مش هنخليها كده، هنخليها تايتل مش منطقي، عنوان التاسك يعني، وكونتنت ويوزر اي دي. او التاسك كمان مش محتاجين ليها تايتل وكونتنت، احنا ممكن نمسح ده خالص، ده بالنسبه لنا اتريبيوت مش ملوش لازمه، احنا عندنا كونتنت ويوزر اي دي. فاحنا هنعمل فقط الكونتنت وهنسيب اليوزر اي دي دلوقتي لغايه ما يعني نبقى اقوياء شويه في التعامل مع السيكل ومع الداتابيز، وهنضيف الجزئيه بتاع كونتنت بالنسبه لي كونتنت. وده مش هيبقى varchar ليه؟ لان التاسك ممكن تبقى كبيره، فانا هقول له هنا تكست. بالنسبه لي الكونتنت هنا هحط فيه سترينج وممكن يبقى كتير مش قليل. كتير ده عندنا داتا تايب اسمها ايه تكست، وطبعا همسح نوت نال. يبقى انا عاوز عندي اي دي وعندي كونتنت للتاسك اللي بتتعمل، يبقى انا عندي يوزرز وعندي ايه وعندي تاسكس. خلي ده تاسكس بالشكل ده، تاسكس بالشكل ده. قلت له جو، تعال نشوف. شفنا تو دو اب، هلاقي عندي يوزرز، لسه ما خلصناش الكلام فيه لان احنا الربط هنعمله بعد شويه بس مش دلوقتي يعني. عندي تاسكس وعندي يوزرز، كده انا عملت تطبيق عملي على فكره الكرييشن للداتابيز، الكرييشن للتيبلز، وحطيت اكتر من فيلد باكتر من داتابيز. اشوفكم في الفيديو اللي جاي واللي هنستخدم فيه الكراد اللي احنا اتكلمنا عليه.